مرحبا بكم في فيديو جديد. معرفة من زار بروفايلك على الانستغرام. طبعا شرحت على قناتي من زار بروفايلك على الفيسبوك، ولكن اليوم على الانستغرام، وتقريبا نقول على أي نقوم بالدخول على تطبيق الانستغرام، نقوم بالنقر هنا على هذا المكان، ثم على 3 أشرطة، ثم الإعدادات، ثم بعد ذلك المساعدة، بعد ذلك مركز المساعدة، وفي الأخير نكتب هنا في البحث ونعرف ماذا يقول الانستغرام حول هذه المهمة. نكتب من زار باللغة العربية، نكتب باللغة الفرنسية كيا طبعا كونسلتي مون بروفايل، وباللغة الإنجليزية على هذا الشكل وفيو ماي بروفايل. نقوم بكتابة الآن باللغة العربية، ونقوم بالدخول وبدء عملية إجراء البحث. وهنا نقوم بالنقر على الملف الشخصي. ليس هناك أي شيء يتعلق بالغلق أو قفل أو معرفة من دخل على بروفايلي أو زار بروفايلي. ليس هناك أي شيء. في بعض الناس اسمع، في بعض الناس تقوم بالذهاب إلى متجر بلاي، تبدأ تبحث على تطبيقات، تنزل تطبيقات، ويقول لك هو يحب يعرف من زار بروفايله، ولكن هو في خطر. يعني معلوماته اللي يكتبها أو حسابه في التطبيق تروح عند صاحب أو من قام بإنشاء ذلك التطبيق ويستغل حسابات الناس. لذلك حذاري ألا تقوم بتنزيل أي تطبيق يقول يعني يعمل هذه المهمة. على أي طبعا في طرق يعني تمكنكم من معرفة بالتأكيد هذه العملية، ولكن ليس هناك أي تحديث يخبر الانستغرام به لحد الآن. أي جديد طبعا في هذه المسألة نقوم طبعا بتنزيل. على سبيل المثال نقوم بالدخول الآن على المتجر، ونقوم بكتابة هنا يعني بأي لغة ما كانت من زار مثلا بروفايلك. طبعا تظهر لك مجموعة من التطبيقات، يعني كل تطبيق يقول لك هذا التطبيق يعني يعمل على هذه الإمكانية، ولكن للأسف ليس هناك أي تطبيق يقوم بهذه المهمة. حذاري ثم حذاري ألا تقوم بتنزيل أي تطبيق. طبعا هذه الطريقة لكي أوصل لك الفكرة على أنك لا تنزل أي تطبيق. ليس هناك أي طريقة تمكنك من معرفة من زار بروفايلك. أي جديد يتعلق بهذه المهمة نقوم بنشرها. اشترك وفعل الجرس وانقر لايك. دمتم أو في